السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن النادي الأهلي. الأهلي إن شاء الله النهاردة هيلعب الساعة 8 مع بتروجيت. طبعا في غيابات كتير النهاردة في قائمة النادي الأهلي، إصابات وإيقافات ولعيبة كتير غايبة. طبعا الإصابات هنبتدي بالإصابات، نقول اللعيبة المصابة اللي غايبين: أشرف داري طبعا لسه مصاب، إمام عاشور برضو لسه، أحمد رضا لسه برضو إصابته المفروض إن هو لسه ما رجعش منها، ومحمد شريف وحسين الشحات. دي الإصابات اللي لسه مكملة معانا لحد ما نشوف ربنا يسهل. الإيقافات بقى: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، دول إيقافات بسبب الإنذارات والطرد وكده. إيقافات. في أحمد عابدين وحمزة علاء غير جاهزين فنيا، ده الكلام اللي طلع إنهم غير جاهزين، فهنشوف يعني لو في حد جاهز منهم هيخش القايمة ولا لأ وكده. يقال إن كريم فؤاد جاهز، يقال إن هو جاهز فنيا هو والشناوي. الشناوي طبعا الماتش الأخير ما لعبش، لكن يقال إن هما الاتنين جاهزين، الشناوي وكريم فؤاد جاهزين فنيا. طبعا يعني القايمة كبيرة أوي بتاعت الإصابات والإيقافات وكده، فالمدرب برضو لسه مفاتيح اللعب مش كل اللعيبة معاه، فدي حاجة برضو صعبة تخليك تحكم عليه بصعوبة. هنقول النهارده التشكيل اللي ممكن او المتوقع ان هو ممكن يلعبوا بيه: محمد الشناوي ومحمد هاني باك يمين، ياسر ابراهيم وياسين مرعي قلبين دفاع، ناحيه الشمال محمد شكري. طبعا في وسط الملعب اكيد طبعا اليو ديانج هيلعب مكان مروان عطيه، وقدامهم بالرمضان، قدامه بالرمضان وتريزيجيه، واحمد سيد زيزو على اليمين، وبن شرقي على الشمال، وجريديشار مهاجم. يقال برضه ان زيزو ممكن ما يلعبش ويريحوا الماتش دوت، لان لسه برضه الموضوع لسه رايح جاي في حته ان الدكتور قال لهم هو جاهز، بس لو عرفتوا تريحوه ريحوه. فممكن زيزو ما يلعبش، يلعب مكانه عبد القادر، والله اعلم يعني. نتمنى فوز الاهلي طبعا النهارده ان شاء الله عشان نرجع لصداره الدوري. دي كانت اخبار كده بسيطه عن النادي الاهلي، ما تنسوش صلوا على النبي. السلام عليكم.